كده يا حبايبي معايا ورقة جلاش 12 او 14 قسمهم 2 جزئين. هحط جزء هنا دهنة سمنة وزيت على بعض اهو اللي انا خدت منه للكيك شوكليت. وهنا دي عندي لحمة مفرزة خرطت عليها فلفل الوان، وهنزل بقى بالنص اللي هو الجلاش. انا ما بحبش احط في كل رق سمنة وزيت عشان ما تبقاش تقيلة على المعدة. نحاول بس ايه نظبط كده عشان يملى القالب كله. ممكن قبل ما احط اللحمة هعمل ايه، احط حبة زيت شوية قبل ما احط اللحمة، لو ان اللحمة وهي فيها بهاريز طبيعي، بس عشان ما تبقاش تصد كده واللي ياخد خرطة ما يقدرش ياخد واحدة تانية. في النص بقى مش هيبان المقطع ولا اي حاجة كده عشان ما يبقاش رقيق. ناخد ورقة كمان عشان بقى لها فترة في الفريزر قفشت في بعضها. هنحط هنا جزء في الحرف ده كده، وبرضه عايز كمان شريحة والناحية دي برضه كده. كل ده هيتظبط، الاحراف دي هتتظبط. اهو يا حبايبي هننزل بقى على العصاج. كده يا حبايبي حطينا العصاج. هنبدأ بقى ايه نغطي العصاج كده، ونحاول لو هو زيادة من هنا ممكن تعملي كده طرف كده اهو. تنيت برضو اللي كان طالع من الاول اهو عشان يبقى مساوي كده. ولو جاي طازة بيبقى حلو، عن ده بيساعد شوية ما بيتقطعش بالطريقة دي. ورشرشت حبة سمنة فوق العصاج، ولو ان العصاج فيه سمنة بس اهو. بصوا مقطع ازاي، هيتحط في النص كده بقى هيتدارى. هاخد الجزئية دي كمان كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. هنطوره وفي الاخر برضو هيطلع صينية صحيحة ما تخافوش اهو. الشاطرة تغزل برجل دونكي. عشان خاطركم يلا سقسقة كده. انا هقول لكم بقى على نص معلقة فيها المفيد هتتحط مع اللبن والبيض، هتخليه نافش وحلو ومقرمش وجميل. هنا دي بقى المعلقة اللي انا قلت لكم عليها السحرية، يعني مش معلقة، ودي معلقة بلاستيك اللي هي بتاعت الجيلاتي دي. حبة البيكنج باودر دولت تحطوهم كده. بيكنج باودر ايه؟ بيكنج باودر او كربوناتو اللي عندكم. وهنا هنزود اللبن. لازم تدوبيه كله كده ببعضه وتنزلي بيه كده. احنا بقى مش هنقول ايه معلقة بمعلقة، احنا هنصب كده ووقعنا وهننضف بكلينكس وكل حاجة، بس القالب بس كنس شوية. انتي بقى كده ايه هتميلي كده يمين وشمال. بس القالب الجلاش وحطينا على الوش بقى شوية حبة البركة، وربنا يطرح فيه البركة. فاصل ونواصل. كده يا حبايبي خلصنا الكيك شوكليت
وطبعا انا عملت معاكم المحاشي كم مرات عشان طبعا ورق يعني الوقت بتاع البرنامج والحلقه ما يبقاش طويل عليكم. ودي عزومه عندنا الاعز الحبايب، ده زيتون من صنع ايديا، وترشي برضو لفت وجزر عملته معاكم ووريته لكم. ودي محاشي مشكله طماطم وفلفل وكوسه، وهنا ده ورق خس وطماطم وفلفل، وده الجلاش اللي انا عملته معاكم. ودي فراخ عملتها نص سليقه وشويتها في الفرن، وشوربه لسان عصفور. ويا ريت تيجوا تاكلوا معانا اللقمه الجميله دي. احبكم في الله، ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا يشترك، وما تنسوش تدوسوا على علامه الكل يصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.